بقالنا أسبوع أو أسبوعين كده عايشين في كذب وتدليس زملكاوي من الإعلام والصفحات الزملكاوية، يقول لك أصل غرفة لبس النادي الأهلي باظت بسبب قصة أسامة أبو علي، لعيب تمرد وعايز يمشي وجايب عرضه خلاص وعادي وبتحصل في كل العالم. إنما التدليس الزملكاوي كان واخد مجراه خالص الفترة الأخيرة عشان يجي فتوح يضرب لهم ده كله ويوريهم يعني إيه غرفة اللبس مش تمام. يعني فتوح يطلع بره غرفة اللبس يقول لك أصل أنا رايح لعمي. ايه؟ لا، ده هو ما قالش كده، هو الراجل طلع من غير اذن وهم بيغطوا عليه وقالوا ان هو رايح لعمه عشان الراجل يطلع يفضحهم قدام الكل ويعمل ايه ويروح حفل الراغب علامه في الساحل الشمالي. ده نادي الزمالك، ده نادي الزمالك الجميل واوضه اللبس الجميله اللي ما فيهاش اي مشاكل خالص، وكله متساوي وكله مبسوط وكله بيغني هناك. وواحد يقول لك اصل امام عاشور كان معايا، لا يا حبيبي، امام عاشور عنده اصابه في كتفه عشان كده ما سافرش، مش هو ساب المعسكر وراح الساحل الشمالي عشان يحضر حفل الراغب علامة. وده التدليس الزملكاوي الجميل. وكان عندك كام سنة بقى؟ قول لي كان عندك كام سنة لما عرفت ان راغب علامة هو عم احمد فتوح؟ سلام.